لو عايز تاخد ثواب قيام الليل كله مرتين في نفس الليلة، كمل معايا الفيديو ده للآخر. في مرة من المرات في ليلة 23 رمضان، راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد عشان يصلي صلاة قيام الليل، أو زي ما احنا بنسميها دلوقتي صلاة التراويح، واتجمع ورا الصحابة وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بيهم. فصلى بيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلت الليل، فضل يصلي بيهم تلت الليل كله. وبعد كده وفي ليلة 25 رمضان خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد واتجمع ورا الصحابة عشان يصلوا برضه صلاة قيام الليل. فصلى بيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نص الليلة كلها، فضلوا نص الليلة كلها واقفين يصلوا قيام الليل. فلما خلص الصحابة زعلوا وقالوا له يا رسول الله كنت كملت بينا الليل كله، كان نفسهم يصلوا الليل كله ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرد عليهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. يعني اللي يصلي مع الإمام صلاة التراويح لحد ما الإمام يخلص آخر ركعة وهي ركعة الوتر أو ركعتين الشفع والوتر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب قيام الليلة كلها. طيب ده كده ثواب قيام ليلة، امال ايه بقى ثواب قيام ليلتين في نفس الليلة دي؟ هقول لك. ده بياخدنا بقى للحديث التاني اللي قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. اللي يصلي صلاة العشاء في جماعة سواء في المسجد أو مع حد من أهله، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب قيام نص الليلة كلها. طيب باقي الحديث بقى بيقول لنا فيه صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الفجر في جماعة. اللي يصلي صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني اللي يصلي صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب قيام الليلة كلها. فانت في رمضان لو حافظت على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة وصليت التراويح ورا الإمام في المسجد لحد آخر ركعة، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك ثواب قيام ليلتين كاملين في نفس الليل. سلام.